ايه هي الكمالية وجات لنا منين؟ وهل نعرف نكمل بيها؟ تعالوا نفكر كده. والله يعني انا مش بحيدة عن الموضوع، انا مكملة في سلسلة التركيز والانتباه بتاعتنا، بس بيجيلي خواطر كده بحس ان هي ذات صلة ومهمة للموضوع فهقولها. الكمالية طبعا مش محتاجين نقول ايه هي، يعني مش ان انت تبقى عندك اتقان خالص. الكمالية دي بتصنف انها حاجة مرضية، يعني الحسوكة الوسوسة. الحسوكة دي يعني بالبلدي عندنا احنا المصريين اللي يقعد يحسن الحاجة زيادة كده بطريقة ما بتخلص يعني، او هوس التفاصيل زي ما بيقولوا ال OAD. فكلها حاجات كده مش سوية ومش متزنة. طيب انا رأيي هي جات لنا منين؟ جات لنا من المدرسة طبعا. ليه؟ لان احنا كنا لو ما جبناش الدرجة النهائية بيتخرب بيتنا، بيبقى فيه مشكلة كبيرة يعني. ده او معرفش الناس كلها بس اغلبنا كده، من المتفوق زي المستوى المتوسط للناس اللي بتقفل. دايما انت بيتبص ان في درجة نهائية او في سقف لازم توصله في كل مرة. ما ينفعش انقص بقى مرة نص، مرة اجيب امتياز، مرة اجيب جيد جدا، ما فيش الكلام ده. هو في يعني انا واحدة من الناس كان بيبقى لو ما جبتش الدرجة النهائية دي بيبقى اسمي ساقطة، يعني بيدلعوها سقوطة. ف يعني كده خلاص جبت الدرجة النهائية، برافو عليا، بس عادي كمان يعني، اللي هو كأنه حق مكتسب او كأنه ده العادي بتاع العيال كلها. او لو بقى ما جبتش يعني الدرجة النهائية كده خلاص بقى انا في الساقطين يعني. فطبيعي ان احنا لما نتعود يعني العقل القفا بتاعته وفي نفس الوقت النعمة بتاعته التعود. ان انت لما بتعوده على حاجة شكرا بيعملها لك من غير اي مجهود يوفر لك في الطاقة، بس لبستها كده فترة طويلة بقى يعني، اللي هو بقت خلاص حاجة انت يعني عالق فيها. فاتعودنا ان احنا لازم نقفل ولازم نجيب الدرجة النهائية ولازم نخش كليات القمة ولازم الحاجات دي كلها. لازم، مش من الافضل ومن لا ده لازم. ده كأنه هو ده ايه يعني حولوا الامتياز او الدرجة النهائية دي للمقبول اللي هي لازم الناس تجيبه والا تبقى متعديش. بتكلم بجد يعني في بعض الاهالي، انا معرفش الناس كلها كده ولا، يعني بحس الاغلبية كده. فالناس كانت لازم ان انت تجيب الدرجة النهائية ولازم ان انت تعمل كل حاجة على اكمل وجه. فالجيل بتاعنا يا عيني بقى طلع ايه؟ اللي هم الناس المواليد التمانينات والتسعينات اللي عليهم العين دايما والكلام. دايما الناس دي هتلاقي دماغها ماشية ازاي بقى؟ ان هي عايزة تعمل كل الحاجات في نفس الوقت وتعمل احسن حاجة. عايزة تدخل ولادها احسن مدرسة واحسن نادي، وتشتغل احسن شغلانة وتوديهم احسن تمرين وتجيب لهم احسن لعب وكل، ايوه يعني ده ارهاق كتير يعني، واغلبنا في طبقة متوسطة او فوق متوسطة، احنا مش مليار وحتى المليارديرات يا جماعة يعني. ده ارهاق عصبي وارهاق قرارات، في حاجة اسمها ارهاق قرارات. يعني حتى لو انت فلوسك كتير جدا وعندك ناس بتخدمك، بس بالنهاية انت هتدير دول كلهم وهتبص عليهم برضو، ما هو مش يعني انت في النهاية وقتك محدود ونفسك محدودة. فلما تحاول تعمل كل الحاجات بأحسن حاجة، ده بيجنن يعني. الناس اللي مش الكمالية دي مثلا حاجة ايه مؤقتة، اصلك انت خلينا ما نبقاش كماليين لحد ما نبقى مثلا غنيين جدا او اي حاجة تانية مثلا، او عندنا ناس بيخدموا. لا، ده هو انت الكمالية في كل مرحلة لازم هتوديك في داهية. ليه؟ لان هو هقولك الفرق بين الكمالية بتاعة الدرجة والكمالية في الحياة. الدرجة كان مقدور عليها، ليه؟ مهما كانت صعبة ومهما كان هبقى دحيح وهذاكر، في النهاية في ايه؟ خط فاصل، في 50 من 50، في 10 من 10. العشرة دي محددة خلاص بكمية أسئلة وبكتاب معين أنا هذاكره. طيب لو قالولي ان هو انت الامتحان ده ما تعرفش من أي كتاب ولازم تجيب 50 من 50، اه ده صعب جدا، ده انا هذاكر الدنيا كلها ولا ايه؟ فهنا هيبقى صعب ازاي اخش امتحان انا مش عارف السورس بتاعه منين، او اذاكر منين. اذاكر بقى من النت ولا من المراجع ولا اذاكر من اني حتة واجيب 50 من 50؟ تخيل ده صعب ازاي. في بقى الاصعب، ان انا اقولك ان الدرجة اللي انت هتجيب منها ومش 10 ولا 50، دي ما لا نهاية. يعني ايه ما لا نهاية؟ يعني مش ممسوكة. يعني انت مهما عملت في احسن. طب دلوقتي انا لو دخلت ولادي مدرسة كويسة دايما في احسن،
والموضوع بقى ايه، الناس بقى بقت يعني تجارية اكتر، فبتعلي على بعضها. المدارس زمان كانت خاصة ولغات وحكومة وتجريبي مثلا، او التجريبي تبع الحكومة. دلوقتي لا، في مدارس انترناشونال ومدارس امريكان ومدارس معرفش بره، او تصح تسافر ولادك يتعلموا بره. الموضوع كبير يعني، مش هنخلص بقى. طيب الجامعات، كانت زمان الجامعات عادية يعني معروفة، لا دلوقتي في جامعات خاصة. والجامعات الخاصة نفسها كاتيجوريز، يعني انت ممكن تدخل ولادك جامعة خاصة تعبانة، وجامعة خاصة نظيفة، وجامعة خاصة للصفوة، وجامعة خاصة لصفوة الصفوة، وحاجة يعني فظيعة. طيب تدخل ولادك تمرين ولا تدخلهم رياضتين؟ وعلى فكرة ده إرهاق على الولد نفسها، يعني العيال ما بتبقاش مبسوطة. ولا تخليهم يمارسوا هواية فنية، ولا تخليهم يعملوا كل ده، ولا تحافظ على صحتهم. وايه في ايه، في ايه يا جماعة؟ حتى لو احنا اصلا والله غنيين جدا ويعني معانا ميزانية مفتوحة، الموضوع مش فلوس بس، ده الموضوع اعصاب. ما بقاش في وقت الناس تاخد نفسها في ايه. زمان كانت في بعضنا بيلعب رياضة، وفي بعضنا بيرسم، وفي بعضنا ملوش اي هواية بيحب يقعد كده فاضي، وفي بعضنا يعني كان في تنوع. دلوقتي لا، هو تمبلت كده او قالب، احنا كلنا بنخش بخروطنا كده يعني. كأن ايه، بيحط مكنة كده تك تك تك، كل الناس زي بعض. الفرق بقى في ايه؟ ان انت بقى تلعب رياضة فين، انت النادي بتاعك ايه، انت مش مهم خالص انت مستواك بقى في الرياضة. هل انت بتحب الرياضة؟ هل انت اصلا دي موهبتك؟ لا مش مهم. ده انا مش شايفة ان ده صح، انا شايفة ان ده ارهاق واستهلاك واستنزاف زيادة للموارد مش المالية بس، ده الموارد المالية دي اخر حاجة. مش اخر حاجة عشان احنا غنيين، اخر حاجة عشان فعلا هي اخر حاجة. ليه بقى؟ لان في قبلها حاجات لا تعوض. وقتك اللي بيضيع، طب ما تودي عيالك 6 7 كورسات وتمرينين، انت هتعيش معاهم امتى؟ هم هيتنفسوا امتى؟ هم هياخدوا بالهم كده من احساسهم امتى؟ هيقعدوا فاضيين امتى ويتعلموا السكون والهدوء امتى؟ هيعيشوا اصلا امتى؟ انت ما تشتغل شغل واتنين وتلاتة، وفي وقت الفراغ تقعد اونلاين تبصلك على حاجة. طب انت عشت امتى؟ انت كأنك كده ايه، عبد، بس عبد لحاجة غير ان انت، يعني عبد بس من بره انت باين ان انت مرفه. لا، يعني زمان كانت الناس مش زمان قوي يعني، ممكن من 20 سنة ولا 30 سنة، الناس كان اللي عايز حاجة بيعملها عشان هو بيحبها، مش عشان يلبي تطلعات او توقعات المجتمع. يعني كان في الحتة دي، بس ما كانتش بالفظاعة دي. كنا زمان احنا حتى ايه، مفيش انفتاح على بره، او الانترنت مش بيخلينا نشوف بعض كده. فكان مفيش حد بيقول انا هلف العالم مثلا. يعني كان نسافر وكده، بس اللي عايز يلف العالم ده كان بيبقى عايز يلف العالم، مش عشان هو نفسه يسافر، مش عشان هو لو ما عملش كده هيقولوا ياي ده مع وحش، ده فقير، ده ما بيفهمش. لا، مثلا ما كانش الطفل بيلعب رياضة، بنمشي وخلاص عشان بس صحتنا العامة. لا، مفيش الكلام ده. انت دلوقتي لازم تكون في جيم، وتتعلم سباحة، وممكن كمان تلعب تنس ولا تتعلم حاجة تانية. ليه يا جماعة؟ ده زمان ولاد البشوات حتى كانوا بيلعبوا حاجة واحدة، يعني في الأفلام كانوا بيجيبوه بيلعبوا تنس عشان هما طبقتهم كده، أو عشان هما بيحبوا اللعبة دي. فبنيجي نلاقي ما فيش بقى تعجب ان احنا نيجي نلاقي الناس مشتتة. واحد بيلعب سباحة او بيتعلم سباحة مش عشان يعرف يعوم في البحر، لا ده بيخش بطولات وتمرين وليلة كبيرة قوي. وبعدين هو لما يكبر هيقدر يلاحق على كل ده؟ انا ما اعتقدش. الناس بتروح جيم مش عشان تظبط نفسها مثلا في الصحة، لا ده عشان اعمل الفورمة، وبعد ما عملت الفورمة لازم بقى ايه، اخد بروتين واعمل فورمة اكتر. وبقت كل الموضوعات شكلية او فيها تباهي، عشان برضو حتة الكمالية. انا كده جايب كام من كام؟ طب عايزة اقولك ان ده زي ما تكون بتشرب من مية مالحة وعمرك ما هتشبع. كل ما بتشرب المية المالحة انت بتعطش اكتر. يعني انت كل ما بتحط الحاجات دي وبتزودها، انت في النهاية هتلاقي في حاجات اكتر. فعمرك ما هترتاح. يعني اذا كان زمان كل المشكلة كانت ان احنا نجيب درجة من كذا ويبقى دي حاجة اجتماعية وما بقاش اقل من غيري، فكرة منيلة ب60 نيلة ان انا ما بقاش اقل من غيري، وقرايبك جابوا كام، وده دخل ايه وكلية ايه، لازم كله يطلع دكاترة ومهندسين وصيادلة ايه ده. طب الناس ما بتحبش كده، حد طموحاته في التعليم مش كده، بس عنده موهبة تانية، او هو مش عاوز يعمل حاجة، هو انسان بسيط، هو مش بالعافية. يعني واحد عايز يخش مثلا حاجة،
يعني متوسطة، ما تسيبه يدخل الحاجة، او هي مش متوسطة، هو اصلا كون ان احنا نقسمهم كده متوسط ودي جريمة لوحدها. يعني ليه انا اقول ان المهندس احسن من اللي بيشتغل في بيزنس، او احسن من ايه مثلا بتاع الاداب، او احسن من ليه اقول ان ده احسن وده اقل؟ يعني هو المفروض ان كل شغلانة في مكانها كويس. لا، هو ده اصله احسن، ما هي احسن دي هي الفكرة بقى اللي عاملة لنا كده. لازم ده يجيب الدرجة النهائية، لازم اي حاجة موجودة انت تجيب سقفها. طب انا اجيب وقت منين للاسقف دي كلها يعني؟ انا فين انا حياتي بقى اللي هتنفذ فيها؟ ما تلاقيش. ففكروا في الكلام ده مع نفسكم كده، وخدوا بالكم من فكرة الكمال. واللي ماشي على الموضوع ده مش لازم اوقفه مرة واحدة برضو وابقى كمالي في ان انا بحارب الكمالية، لا. بس يعني اتأمل في الفكرة شوية، لأن الموضوع بقى واسع وبقى صعب. لازم يبقى عندك كل الحاجات وكل الإمكانيات، وحاجات انت أكتر من احتياجك، بل بالعكس. يعني ايه؟ زي ما في مقولة بتقول: ما كثر وقالها، ما قل وكفى أحسن من ما كثر وقالها. أنا مش عارفة دي مقولة ولا حديث، بس هي يعني أنا شايفاها حلو وصح. ان احنا دلوقتي عندنا 3 4 حاجات، هنرد برضو في فكرة البساطة اللي لسه متكلمين فيها المرة اللي فاتت. ان انت عندك مليون لازم يبقى عندي ده. وانا بتجوز لازم يبقى عندي ال6 اطباق، ال6 اطقم دول لازم يبقى عندي. الهاند بلندر لازم يبقى عندي، مايكرويف لازم. طب هو انا هحتاجه؟ اوكي، لو انتي محتاجاهم وبتستعمليهم ماشي. بس مفيش حد يعني بصراحة بيستعمل الحاجات دي كلها. بس اوكي، هنفترض ان حد نشيط وهو بيحب يجرب وبيحب الحاجات دي، اعتقد انه بيبقى في اتجاه واحد. يعني لو حد بيحب حاجة زي كده هيكون مثلا مجنون آلة موسيقية معينة، مجنون فكرة معينة. بتحب الطبخ قوي فهيبقى عندها أجهزة الطبخ. اوكي، بس مش لازم بقى يبقى عندك أجهزة البخار وأجهزة السجاد وأجهزة يعني صعبة شوية. انت هتعيشي كزوجة وكأم وكإنسانة لنفسك امتى؟ لما انت كل وقتك ان انت بمنظفة منزل. مع احترامي للناس ما بقصدش كده، بس انت كده متجوزة، يعني انت كده كأنها بتعملي مشروع تنظيف بيوت، مش انت دلوقتي داخلة تتجوزي. فنفكر، يعني الفكرة قد تكون مستفزة للبعض، وكان زمان ممكن بعض الكلام ده يبقى مستفز عشان بحس بالعجز. طب امال هعمل ايه؟ هبقى قليلة في وسط اللي حواليا؟ انتي بقى يعني كل واحد يشوف ايه اللي ممكن يقلله. لما نتعود كلنا على الكلام ده اصلا محدش هيبقى بيبص للتاني. يعني هو انتي لما تتجوزي وما عندكيش مثلا مايكروويف وما عندكيش كل اجهزة المطبخ، هل انتي هتبصي لجارتك ان لو ما عندهاش انها قليلة؟ اه، للأسف المجتمع علمك كده. طب ما هو برضو نفس الكلام اللي كنتي بتشتكي منه وانتي صغيرة، ان انتي لازم تبقي زي بنت خالتك. ولا يعني ما هو الطفل زمان ايه؟ شوف ابن خالتك جايب اكتر منك. الحاجات دي بتتقال هزار بس هي حقيقة. فلما تكبري لا، لازم البدي يجيلها شبكة زي بنت خالتها. هو انتي هتتجوزي شوية الفلوس، ولا انتي يعني مختارة الانسان عشان شخصيته؟ اه، مش هيبخل عليكي ويجيب لك حاجات، بس مالك دي خدت ايه، ودي اشتغلت فين، ودي سكنت فين؟ فما بقاش حتى بقت الحياة دمها تقيل. ما بقاش في تنوع، بقت كل الناس كده اسطمبات يعني. انا لما باجي اصب شمع او حاجه، انا بحب الشمع بقوم صبه في القالب كله بيطلع شكل واحد. بحس ان هي ايه، شمعيه ومتكرره. فده حلو في الحاجات اللي هي الصناعيه. لكن احنا كبشر المفروض ان كل واحد فينا ليه شكل وليه شخصيه، ده التنوع اللي بيخلق جمال الحياه. طب ايه لازمه لو بقينا كلنا اسطمبات يعني؟ يعني الدعوه دي للتامل كده والتفكر في الكلام، اكتر من ان هي يعني مش لازم تطبق حتى فيها حاجة، بس ابدأ ازرع كده الفكرة دي كده، بص عليها يعني. بس يعني ده كان الخطيرة اللي انا حاسة انها مهمة قوي، فقررت ان انا احطها في السلسلة.